أهلا بيكم في مطبخ وديدة. تعالوا نشوف هنعمل إيه النهاردة. هنعمل أكلة كل الناس بتحبها. تعالوا نشوف الطريقة. ورق العنب وجماله وتكاته وحركاته. أول حاجة هنجيب ورق العنب بتاعنا ده، أنا عاملاه بقالي فترة عندي في الفريزر. فهنعمله، هنبدأ نسلقه. حطينا مية على النار وحطيناه هو متجمد عادي، ويعني تقلبتين كده وطلعناه. هنجيب الحلة اللي هنشتغل فيها، وبطاطساية وطماطماية وبصلة حلقات، ونبدأ نرص البطاطس بالشكل ده، نغطي كل الفراغ اللي في الحلة. وبعد كده الطماطم، وبعد كده طرنشات البصل. كده الأرضية تمام بتاعة الحلة. الطريقة بقى، هنجيب بصلاية كبيرة مبشورة ونحط عليها معلقة ملح صغيرة ومعلقة فلفل أسود، وابقى أعمل لكم فيديو بالفلفل الأسود اللي أنا بعمل فيه شوية حاجات تانية. ونقلبه كويس قوي. تمام. ايوه، ناخد منه شويه وهقول لكم بعد كده شويه دول هنعمل بيهم ايه. دي اول تركه في الموضوع. بعد كده هنجيب لحمه مفرومه، انا عامله ربع كيلو ورق عنب، دي تقريبا 150 جرام، ونحط عليها شويه فلفل اسود صغننين عشان اللحمه وشويه ملح، ونبدا ندمجهم كلهم مع بعض ونقلبهم. تمام كده. بعد كده هنجيب حزمه بقدونس وكزبره وشبت متقطعين، ونحطهم عليهم، ونبدا برضو ندخل كل المكونات دي مع بعضها، نقلبها كويس قوي. تمام. بعد ما قلبناها، دي كوباية رز. كوباية الرز، مج بتاع الشاي أو بتاع اللي بتشربوه الصبح ده. مج رز على الربع كيلو ورق عنب. ودي طماطم أنا ضربها في الخلاط وحطها على النار، وحاطة فيهم 2 ماجي خضار. أنا ما بجيبش الماجي اللحمة أو الفراخ. 2 ماجي خضار على الطماطم مضروبة في الخلاط، وسبتهم يتسبكوا من غير لا زيت ولا سمنة ولا أي حاجة. بس كده. ومعلقتين صلصة عيلة. وبعد كده جبت معلقة سمنة وحطيتها على النار تسيح مع شوية زيت، يسخنوا شوية. لأ، قبل السمنة والزيت إحنا هنحط دبس رمان، ودي مهمة جدًا. أنا باحبها، جربوها، جربوها ومش هتندموا، طعمها حلو أوي. كل واحد بقى إيه ومزاجه، بس هي فعلًا هتودّي طعم ورق العنب في حتة تانية خالص. هنحط معلقتين دبس رمان، معلقتين بتاعة الأكل العادية، وزي ما قُلت لكم هنجيب معلقة سمنة وشوية زيت صغيرين هنسخّنهم على النار عشان تنزل تعمل تِش كده على الحاجات دي، بتدّيها طعم حلو جدًا. بُص عملت تِش إزاي، بُص البكبكة. والله الحركات دي والتريكات اللي أنا باقولها لكم دي بتدّي طعم ورق العنب يجنن. إحنا دلوقتي هنقلّبه كلّه مع بعضه، وشوية البصل اللي في الطبق اللي أنتم شايفينهم دول اللي إحنا شِلناهم الأول، دول طازة. يعني أنا لمّا حطيت الزيت السخن حسيت إن البصلة اللي تحت بتبقى كإنها شِبه مستوية. لكن دي فريش بتدّيها طعم حلو جدًا، بصلة كإنها مستوية والتانية فريش. دي برضه حاجة مهمة جدًا، والله مش هتندموا لو عملتوها. البصلة أهي اللي إحنا شِلناها على جنب، اللي هي ما شافتش الزيت السُخن خالص. هنقلّبهم كلّهم مع بعض. تمام كده. كده إحنا خلّصنا الخلطة. نجيب الحلة ونبدأ إن إحنا نلِف ورق العنب. ورق العنب فريش وأقسم بالله كإنه لسه طازة. هنجيب ورق العنب، الورقة، ونبدأ نلِف، نحط حبّة صغنّنين في الراس أول اللي عند العنقود دي، ونلِف من الجنبين ونضم، وبعدين نرُل كده في الآخر. أهي بقت صُباع وناشف وحلو متماسك مش مفكوك خالص. هنعمل واحدة تانية أهي، ورقة العنب، نحط فيها الخلطة ونبدأ نلِف ونضم من الجنبين ونرُل. الموضوع سهل مش صعب. نعمل واحدة تاني عشان اللي ما خدش باله، واحدة تالتة قصدي. ورقة عنب على الناحية الناعمة، على الناحية الخشنة قصدي، الناعمة بتبقى برّه. ونحط الورق نحط الخلطة ونلِف ونرُل.
تمام، اللي ما خدوش بالهم بقى من ال3 القُدام أهي، واحدة تانية، الموضوع سهل أوي، أوي، أوي والله. آخر مرّة عشان ما تزهقوش منّي، أهي، شوية في النُص ونلِف من الجنبين ونضم ونلِف ونroll وكده خلاص. هاقعد بقى أنا كده مع نفسي ألِفّه براحتي وأرجع لكم بعد ما يخلص. كده بعد ما أطلّع روحي ولفّيته كُلّه وأهي كُلّها خلصت، تمام كده هنبدأ إيه، نحُط له الشوربة بتاعته ونحطه على النار. دي كوباية شوربة فيها هنجيب عليها نُص لأ مش نُص، ليمونة كاملة، ليمونة كاملة هنعصرها على كوباية الشوربة دي وفيها نُص معلقة صلصة صغنّنة، نُص معلقة صغنّنة خدوا بالكم مش نُص معلقة كبيرة عشان ما يبقاش كتير، ونقلّبهم ونبدأ نحطهم على الورق العنب بالراحة في كل الجوانب وفي النُص، تمام، ونهزّها شوية وبعد كده نحطها على النار، قعدت على النار تقريبًا 50 دقيقة، بيغلي الأول وبعد كده بنوطّي عليه شمعة من 50 دقيقة لساعة، نار شمعة قليلة أوي، بعد كده هنبدأ نقلبه عشان نشوف الجمال، بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم، صلّوا على النبي يا جماعة، أنا قلقانة، بسم الله، أيوه نخبّط بقى عشان كلّه ينزل، نرفع، يالّا بقى، أيوه بالراحة، على الهادي يا زبادي، واو! إيه رأيكم؟ هو في حاجات طالعة بطاطسات طالعة عادي هتتحط هتترص عادي ما فيش مشكلة خالص، هنرصها عادي جدًا، كام واحدة كده طلعت هنرصها تاني، أيوه كده الواحدة الأخيرة، أهو بُص الشكل جميل قد إيه، البطاطس تبقى مستوية وطعمها تحفة على فكرة، ممكن طبعًا نحط لحمة عادي بس اللحمة بتاخد تشويحة، بُص الطبقات ورق العنب جميلة قد إيه، تحفة، 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 والله ما هتندموا لو جربتوا الطريقة دي، حلوة جدًا، 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 بس اعملوا كل الملاحظات اللي أنا قُلت لكم عليها. بعد كده نطلّع واحدة بقى تشوفوها أهي، ملفوفة كويس وجميلة وطعمه تحفة، والله طعمه تحفة. لو عجبتكم الوصفة يا ريت تعملوا لنا لايك واشتراك وتفعلوا زر الجرس، وبألف هنا.